صعد المجرد إلى المحكمة من جديد. يلا نعرف تفاصيل أكثر عن الخبر. رح يمثل الفنان المغربي سعد المجرد مجددا أمام القضاء الفرنسي اليوم الاثنين لبدء محاكمته بجنوب فرنسا، طبعا على خلفية تهمة الاغتصاب يلي صارت 2018، وهيدي التهمة يلي بينفيها سعد، وعلى الأغلب صدور الحكم في القضية يوم الخميس. طبعا الواقعة بترجع لأغسطس 2018، فكانت اتهمت فتاة تدعى لاردان سعد بتهمة الاغتصاب. بالمقابل سعد أكد أنه العلاقة صارت بالتراضي الكامل. وبال 2023 أصدرت محكمة الجنايات بباريس حكم بسجنه 6 سنوات بعد إدانته بالاغتصاب، وهيدا الحكم يلي استأنفه المجرد من بعدها. وحاليا سعد المجرد عم بيعيش تحت المراقبة القضائية من وقت إفراجه المؤقت بال 2023. فيا ترى كيف رح تنتهي هيدي المحكمة؟ شو رأيكم بالخبر؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، ويا ترى كيف رح تحكم المحكمة ولمين ولصالح هيدا الحكم. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.